لو كنت نايم والجرس رن الساعة 3 الفجر وبصيت ما لقيتش حد، هتدخل تنام ولا هتستنى تشوف مين بيلعب معاك؟ كنت بدور على شقة مفروشة عشان شغلي في وسط البلد، لحد ما لقيت إعلان عن شقة في الدور الرابع بسعر حلو جدا، أرخص من أي حاجة في المنطقة. العمارة شكلها قديم، بس مشيت وقلت كله بيتعوض. الشقة نظيفة، فيها نور وكل حاجة تمام. بس أول ليلة بدأت الغرابة. صحيت على صوت الجرس، كنت مرهق، فتحت الباب بسرعة، مفيش حد. الموضوع اتكرر. تالت ليلة بدأت أشك، سألت البواب، قال لي محدش طلع، والجرس شغال عادي بس مش موصل بأي شقة تانية. في ليلة وأنا ببص من العين شفت حاجة، خيال كأنه حد بيعدي بسرعة، بس لما فتحت مفيش صوت، مفيش نفس. بدأت أشوف حاجات، عيني بتلمح انعكاسات، بس لما ألف مفيش حاجة. كنت لوحدي ولقيت نفسي بفتح الدولاب ببطء. جوه فتحة في الحيطة لقيت صور ستات مش طبيعية وراها ختم غريب، ولما قربت أشوف حسيت إني مش لوحدي. كان في صندوق جواه خصلة شعر وقفل صغير تقيل جدا، مش فاهم إيه ده، بس حسيت إني لازم أخرج فوراً. سبت كل حاجة ومشيت. لحد النهاردة كل ما أسمع جرس الباب جسمي بيتجمد. بعد ما مشيت من الشقة حاولت أرجع تاني، بس الإعلان اختفى من على النت، كأنها عمرها ما كانت معروضة، كأن الشقة أصلاً ما كانتش موجودة. استنينك ترجع. لو كنت مكانه كنت هتفتح الباب بعد ما الجرس رن، ولا كنت هتجري ومتبصش وراك؟ اكتبوا رأيكم في الكومنتات، وشير الفيديو لو حصل معاكم حاجة غريبة في بيتكم.